مين يصدق إن الكيكة الحلوة هذه من دون ولا ذرة سكر؟ اليوم وصفتنا كيكة التمر بعين الجمل، صحية ولذيذة وتعدل الدماغ، والسر كله في الطريقة عشان نستخدموا التمر الطبيعي بدل السكر الصناعي. هذه أول مرة نجربها الكيكة هذه، تعلمتها من صديقتي رغد من بنغازي. لو عجبتكم شكلها صدقوني طعمها حينسيكم كل الكيكات اللي قبلها وحتدمنوا عليها. خليكم معاي لنهاية الفيديو وحنديروها مع بعض خطوة بخطوة. ناخدوا كوب إلا ربع حليب و12 تمرة محاولين منهم النوايا، نص كوب زيت، 3 معالق كبيرة زبادي، نحطهم في خلاط ونخلطهم كويس لين يولي قوامهم زي السموذي. في صحن نحطوا 3 بيضات وعليهم شوية خل وملعقة ونص فانيلا وملعقة كبيرة قرفة ونخلطهم كويس. تخليط المكونات هادو مع بعض يتخلص من زفار البيض. ناخدوا كوب من عين الجمل، ممكن تستخدموا أي نوع ألواز انتم تفضلوه بس الأحلى عين الجمل، ونقرضوه صغير ما ترحوش عشان ما نبوش يتفتفت، وممكن نحطوه في كيس ونكسروه ما نخلوش يتفتفت عشان يقعد باين وكرانشي في الكيكة. ناخدوا شوي تمر ونقرضوه صغير. في صحن نحطوا التمر المقطع ومعاه عين الجمل، نحطوا عليهم شوية دقيق ونخلطهم مع بعض عشان ما ينزلوش في الطاجين متاع الكيكة. نحطوا خليط اللي خلطناه في صحن ونضيفوا عليهم خليط البيض، نحركوهم كويس مع بعض. ناخدوا كوب ونص دقيق وعليهم ملعقة كبيرة بيكنج باودر، الأفضل إن نغربلوه شوية دقيق. ناخدوا خليط الدقيق ونحطوه على خليط السائل، لازم نخلطوا المكونات الجافة مع بعض والسائلة مع بعض، بعدين نجمعوهم ببعض ونبدو نحطوا الدقيق ونخلطوه شوية شوية، ما تحطوش الدقيق كله على طول. بعد ما يتخلطوا نضيفوا عليهم خليط التمر وعين الجمل ونبدو نخلطوا فيهم مع بعض شوي شوية لين يتمسكوا المكونات كلها. ناخدوا طاجين وندهنوه كويس بالزبدة عشان نضمنوا إنها ما تلصقش. مهما كان الطاجين كويس وما يلصقش لازم ندهنوه بالزبدة. وتدخل الفرن على درجة 180 تقريبا 45 دقيقة أو حسب الفرن متاعك. أول ما تطلع من الفرن نحط عليها عسل وهي سخونة. أنا استخدمت عسل المانوكا لأنه طبيعي وصحي أكتر، بس أنتم ممكن تستخدموا أي نوع عسل أنتم تحبوه. ناخدوا عود أسنان أو أي شيء عشان نديروا فيها فتحات صغيرة يدخل منها العسل للكيكة كلها. نخلوها لين تبرد ونقلبوها. بعد ما نقلبوها نغطوها أو ندهنوها بالرب دبس التمر وبس. أسهل وأحلى منها ما فيش. شو رأيكم فيها؟ مجربين قبل كيكة من دون سكر أو لا؟ ننصحكم تجربوها، أنا متأكدة حتعجبكم هلبة.